السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل احلى طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص. حاجه كده لذيذه، اوعدكم هيعجبكم جدا وهتعتمدوه. ونسمي بالله ونبدا. معايا نص كيلو كبد وقوانص، غسلاهم ونقعهم في ليمون ومنضفاهم كويس قوي. هفصلهم بقى عن بعض، هاخد القوانص اقطعها لوحدها والكبد والقوانص لوحديهم بالشكل ده. في طاسه على النار فيها حبه زيت ومعلقه زبده، ونزلت بربع كيلو لسان عصفور، وابتدي بقى اقلب فيه لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده كده. ابتدي بقى اطلع لسان العصفور بقى وبس اصفيه كويس قوي من السمنه كده. والسمنه اللي هتزيد هنزل عليهم ببصليه وسط كده متخرطه، وابتدي اقلب فيه في البصل كده. اول ما البصل يبتدي يدبل معايا شويه كده، انزل بالقوانص. هنزل بالقوانص طبعا الاول، لان القوانص بتاخد وقت شويه. حوالي 5 دقايق كده، افضل اقلب فيها 5 دقايق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده هنزل بالكبد او الكبده بتاعت الفراخ، وابتدي بقى كده اقلب فيهم شويه كده. وبعد كده هبتدي بقى احط حبهان مطحون، وبعد كده فلفل اسود وحبه ملح، وابتدي اقلب. انا مش هحط بهارات كتير عشان تحس بطعم الاكل، يعني كتر البهارات على فكره ما بتبقاش حلوه. يعني لما تحطي بهارات قليله بتحس بطعم الاكل اكتر. على فكرة أنا بعمل الطاجن ده برضو ممكن بصدور الفراخ، وممكن برضو بقطع اللحمة، وممكن بعمله بالكلاوي يعني، وممكن تعمليه كمان باللحمة المفرومة بيبقى حلو جدا. يعني ليه كذا طريقة، يعني ممكن تستبدلي الكبد والقوانص بأي حاجة موجودة عندك. بعد كده نزلت لسان العصفور، وبعد كده كنت بشرة طماطمية بشرة حطيتها ومعلقة صلصة، وابتديت أقلب بقى المكونات كلها كده ببعض زي ما انتم شايفين. وبعد كده كان عندي مية سخنة، نزلت بالمية السخنة كده عليهم، واظبط الميه، ما زودش ميه كتير قوي وما قللش الميه. حسيت ان الميه قليله هزود ميه تاني. وبعد كده اسيبها 5 دقايق على النار تاخد غلوه كده على النار. وبعد كده طبعا مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق عشان الفرن تكون سخنه. هفضي بقى الخليط ده كله كده في اي طاجن موجود عندك، اي صينيه، اي طاجن عندك تنزليه كده لسان العصفور كده بالكبد والقوانص. طاجن جميل جدا هيعجبكم ان شاء الله. بعد كده بقى هظبطه واحطه بقى في الفرن. قعد في الفرن حوالي يعني ربع ساعة او تلت، من ربع ساعة لتلت ساعة كده. استوى معايا بقى بالشكل دوت اللي انتوا شايفينه. بصراحة الطاجن يجنن، تحفة جدا جدا. جميل قوي. ولو عملتيه بالكبد والقوانص هيبقى جميل، لو عملتيه بالفراخ برضه هيبقى حلو جدا. ما شاء الله تحفة. بصوا عاملين ازاي، مستوي وجميل ازاي. يعني خطير خطير بجد جدا. تعمليه بقى بأي طريقة تعجبك، بالكبد والقوانص، بالكلاوي، باللحمة، بالفراخ، باللحمة المفرومة، يعني أي حاجة تعجبك. ولو عجبتكم طريقتي في الطاجن لسان العصفور ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في قناتي. مع السلامة.